بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. النهاردة هنتكلم على كيفية كتابة تقرير عن رحلة. كتابة تقرير عن رحلة إن أنا بعرض معلومات وتفاصيل عن رحلة أنا قمت بيها لمكان ما أتجول فيه وأزوره وأكون فكرة كاملة عنه وعن محتواه. هو ده معناه كتابة تقرير عن رحلة. يبقى كتابة تقرير عن رحلة هو عرض معلومات، معلومات وتفاصيل، عرض معلومات وتفاصيل عن رحلة قمت بها إلى مكان ما لزيارته والتجول فيه وتكوين فكرة كاملة عنه وعن محتواه. وعن محتواه. يبقى هو عرض معلومات وتفاصيل عن رحلة قمت بها إلى مكان ما لزيارته والتجول فيه وتكوين فكرة كاملة عنه وعن محتواه. طيب هي بقى الخطوات اللي أنا اتبعها علشان إنني أكتب تقرير؟ أول حاجة العنوان. يبقى أول حاجة يبقى الخطوات. يبقى خطوات كتابة تقرير رحلة. هي الخطوات اللي أنا أكتب فيها تقرير الرحلة؟ رقم واحد العنوان. العنوان. بعد العنوان لازم في حاجة اسمها المقدمة. يبقى العنوان وبعد كده المقدمة، وبعد المقدمة المشاهدات اللي أنا شفتها في الرحلة. المشاهدات والملاحظات اللي أنا شفتها في الرحلة. يبقى أول حاجة العنوان، ثاني حاجة المقدمة، ثالث حاجة المشاهدات والملاحظات. بعد كده الحاجات اللي أنا استفدتها من الرحلة. الاستفادة من الرحلة. آخر حاجة الخاتمة دي بقى، وتشمل إيه بقى الخاتمة دي؟ تشمل إبداء رأيك أنت في الرحلة دي، تشمل إبداء الرأي. وبعد كده التوصيات، تشمل إبداء الرأي وبعد كده التوصيات. اللي هي بقى التوصيات دي إن أنت توصي إن أنا بتنظيم مثل هذه الرحلات علشان نعرف الطلاب بلدنا، نعرف الطلاب مثلا زيارة الأهرامات، نعرف الطلاب المتحف، نعرف الطلاب مثلا مصنع المنتجات الغذائية، وهكذا. دي التوصيات. يبقى إبداء الرأي وبعد كده التوصيات. يبقى هي دي كيفية كتابة تقرير عن رحلة. يبقى أنا دلوقتي لما عاوز أكتب تقرير عن الرحلة في خطوات لازم أتبعها. هي الخطوات؟ لازم أول حاجة العنوان، والعنوان ده لازم يكون مختصر. لازم يكون مختصر. تاني حاجة المقدمة، بعد كده المشاهدات والملاحظات، وبعد كده الاستفادة، والخاتمة اللي هي إبداء الرأي. يعني تقول أنت رأيك في الرحلة دي، شفت اتعلمت وبعد كده الخاتمة اللي هي تقول رأيك وبعد كده توصي بقى بمثل هذه الرحلات. طبعا بالنسبة لنا احنا، علشان هنا بيقول لك اقرأ النموذج التالي تقرير رحلة. يبقى أول حاجة تقرير عن زيارة إلى مصنع المنتجات. طبعا التقرير ده أول حاجة. التقرير ده بنسميه العنوان. العنوان. تبقى ده العنوان. العنوان ده بقى بيشمل العنوان ده بيشمل اليوم، أنه في يوم، يشمل التاريخ. يبقى العنوان بيشمل اليوم ويشمل التاريخ. بيقول لك هنا إنه في يوم الأحد الموافق 10/12/24 نظمت مدرستنا رحلة تعليمية للصف الأول الإعدادي لزيارة أحد المصانع. طبعا العنوان ده لازم يحتوي على اليوم والتاريخ وسبب الزيارة والمكان اللي أنا رحت، يعني
وأين ولمن وكيف ولماذا. يعني قلنا مثلا هنا متى، هنا مثلا الزمان في يوم الأحد الموافق، المكان في يوم الأحد الموافق 10/12، يبقى ده اليوم والتاريخ. طيب رحنا في أنهي مكان؟ أين؟ زيارة أحد مصانع المنتجات الغذائية. طيب لماذا؟ السبب لماذا؟ أدي هنا لماذا. طبعا هنا الزيارة هنا إلى أين؟ طبعا هنا أين يعني المكان، الزيارة هنا فين؟ أين. طبعا هنا العنوان متى، طبعا هنا متى. يبقى لازم ان انا في العنوان بتاعي اكتب اليوم والتاريخ والزمان والمكان ولماذا. اليوم اللي هو متى؟ يوم الاحد 10/12/24. طيب اين؟ في المكان اللي احنا الزياره دي هتكون في اي مكان؟ احد مصانع المنتجات الغذائيه. طيب لماذا؟ بهدف تعزيز المعرفه العلميه لدى الطلاب، علشان هم يعرفوا اكتر عن كيفيه انتاج المواد الغذائيه. طيب متى بقى بدأت الرحلة؟ في 8 صباحا. يبقى أي متى بدأت؟ في 8. متى بدأت؟ في 8 صباحا. أين تجمعنا؟ تجمعنا بساحة المدرسة، وانطلقنا تحت إشراف المعلمين في جو مليء في جو مليء بالحماس. يبقى دي الفقرة الأولى. الفقرة الأولى كلها بتتكلم عن عن متى وأين ومن ولمن وكيف ولماذا. يعني المكان اللي احنا رحناه فيه أين. متى المكان؟ الساعة كام؟ كانت الساعة 8 صباحا. أين تجمعنا؟ بساحة المدرسة. لماذا؟ لا احنا رايحين الرحلة دي علشان نعرف الطلاب أكثر عن كيفية إنتاج المواد الغذائية وإنتاج المواد الغذائية وتصنيعها. أين تجمعنا؟ أين تجمعنا؟ طبعا تجمعنا في 8 صباحا بساحة المدرسة، بساحة المدرسة. دي كلها بنسميها المقدمة، دي كلها بنسميها المقدمة. المقدمة زي ما احنا قلنا بتشمل اليوم والتاريخ والزمان والمكان وسبب الزيارة. يبقى دي كلها المقدمة. زي ما احنا قلنا دي الخطوات اللي احنا ماشيين عليها في كتابة تقرير رحلة. قلنا أول حاجة العنوان لازم يكون مختصر. تاني حاجة المقدمة. المقدمة بقى تشمل اليوم والتاريخ والزمان والمكان وسبب الرحلة ومكان التجمع وهكذا. دي الفقرة الأولى. تاني حاجة عند وصولنا إلى المصنع استقبلنا مدير العلاقات العامة الذي قدم لنا لمحة عن تاريخ المصنع وأهميته. الفقرة الثانية دي بقى بتتكلم عن المشاهدات والملاحظات. زي ما احنا قلنا خلصنا من المقدمة ندخل على المشاهدات. يبقى تاني حاجة المشاهدات والملاحظات. دي الخطوات اللي انت لازم تتبعها علشان تكتب تقرير رحلة. يبقى المشاهدات والملاحظات. أول ما رحنا المصنع مين اللي شافنا؟ مدير العلاقات العامة. كلمنا عن أهمية المصنع. يبقى دي أهمية المصنع. ما أهمية المصنع بقى؟ أول حاجة توفير المنتجات الغذائية للسوق المحلي، ده رقم 1. طيب تاني حاجة شاهدنا في البداية قسم. طيب المشاهدات بقى، المشاهدات بقى شفنا أول حاجة شفنا قسم استقبال المواد الخام التي يتم فحصها والتأكد من. بعد كده 2 شاهدنا خطوط الإنتاج هتستخدم آلات متطورة كخطوط إعداد المعلبات وتصنيع العصائر. 3 شفنا تاني؟ شفنا العمال يعملون بتناغم ودقة عالية للحفاظ على جودة المنتجات. يبقى أول حاجة إن العنوان يكون مختصر. تاني حاجة المقدمة. ثالث حاجة اللي هي المشاهدات والملاحظات. دي كده المشاهدات. الفقرة الثانية كلها بتتكلم عن المشاهدات والملاحظات. ومدير العلاقات العامة كلمنا عن تاريخ المصنع وأهمية المصنع في أهميته في توفير المنتجات الغذائية للسوق المحلي. طب المشاهدات اللي احنا شفناها، وانت لما تكتب تقرير لازم تكتب المشاهدات اللي انت شفنا قسم استقبال المواد الخام التي يتم فحصها.
2 شفنا خطوط الإنتاج، شفنا العمال يعملون بدقة وتناغم، يعملون بدقة وتناغم. ثالث حاجة زي ما احنا قلنا اتكلمنا عنها بعد المشاهدات، بعد كده الاستفادة، بعد كده الاستفادة. اهو اللي بقول لك الجزء الأفضل في الرحلة ده بنسميه الاستفادة من الرحلة، الاستفادة من الاستفادة من الرحلة. اللي احنا شفناه عرفنا على أهمية النظافة، يبقى احنا استفدنا استفدنا ان المصنع ده بيعمل بنظافة وتعقيم لكل مراحل التصنيع. تاني حاجة كيف يتم الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية لضمان وصول منتج آمن وصحي إلى المستهلك. أدركنا من خلال هذه الرحلة عرفنا أهمية العمل الجماعي، أهمية العمل الجماعي. يبقى احنا استفدنا من المصنع، استفدنا أهمية النظافة والتعقيم بكل مراحله. 2 كيف يتم الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية لوصول المنتج صحي وآمن إلى المستهلك. 3 أدركنا أهمية العمل الجماعي والتكنولوجيا في تحقيق الكفاءة. تعلمنا كمان الدقة، والتخصصية، كل مشروع لازم يكون له تخصص الناس تعمل فيه. دي بنسميها الاستفادة من الرحلة. آخر حاجة بقى أو آخر فقرة بنسميها تبقى دي المشاهدات والملاحظات، دي الاستفادة، جزء ده الاستفادة زي ما احنا كاتبين كده، الاستفادة من الرحلة. آخر حاجة بقى اللي هي الخاتمة، آخر حاجة الخاتمة دي بقى بتشمل إبداء الرأي أو الرأي الشخصي، وكمان والتوصيات اللي انت بتوصي بيها اللي هي التوصيات. الرأي الشخصي بقى اللي هو كانت الرحلة ممتعة للغاية، هو ده الرأي الشخصي. عشان احنا ربطنا الوقت المعلومات النظرية اللي احنا تعلمناها نظريا بالواقع العملي. طب هي التوصيات؟ تاني التوصيات اهو. أوصي بتنظيم المزيد من هذه الرحلات لتوسيع آفاقنا ومعرفتنا بالمجالات الصناعية المختلفة. يبقى هي دي آخر حاجة اللي هي الرأي الشخصي أو التوصيات. يبقى احنا زي ما قلنا دلوقتي كده، يبقى هي تقرير الرحلة كل حاجة مكتوبة، مش هنعيدها لكم تاني علشان الوقت بتاعكم. وقلنا طبعا الخطوات بتاعتها لازم تمشي عشان تكتب تقرير الرحلة لازم تكتب العنوان، وبعد كده المقدمة، وبعد كده المشاهدات والملاحظات، وبعد كده الاستفادة، واخر حاجة الخاتمة، وتشمل ابداء الرأي والتوصيات. وكل حاجة طبعا فسرناها لكم على التقرير اللي هو الى مصنع المنتجات الغذائية، كل حاجة في مكانها، الى عنوان زي ما انتم شايفين. وبعد كده المشاهدات والملاحظات في الفقرة الثانية، وبعد كده الاستفادة من الرحلة في الفقرة الثالثة. الفقرة الرابعة اللي هي الخاتمة، وتشمل الرأي الشخصي والتوصيات. طبعا في المقدمة أوضح التقرير لنا متى وكيف، طبعا ده كله شرحناه في بداية العنوان ومتى وأين، كل ده مفسر عندكم. تاني حاجة وضح العناوين التالية على الفقرات التي وجدت ووصف تفاصيل الرحلة. طبعا كلنا حددناها، اللي هي المشاهدات كتبناها، ادي المشاهدات وادي العنوان وادي الاستفادة من الرحلة وادي الخاتمة، واللي هي كل ده رقم باء خلاص. بعد كده رقم ج، أضف مشاهدات وملاحظات أخرى بالفقرة الثانية. طبعا لو جينا للفقرة الثانية نشوف الفقرة الثانية هي اصطحبنا إلى جولة شاهدنا قسم استقبال المواد الغذائية استخدام آلات متطورة. ادي الفقرة الثانية دي ممكن نكتبها برضو في رقم ج، هنقول كده استخدام رقم ج، استخدام آلات متطورة لتصنيع المنتجات كخطوط إعداد المعلبات وتصنيع العصائر، العصائر. كمان نرى العمال يعملون بتناغم ودقة
عالية، ودقة إيه؟ عالية. رقم د، أضف إفادة غير المذكورة بالفقرة الثالثة. طبعا رقم د هنقول هنا أرى أن الجزء الأفضل، أرى أن الجزء الأفضل في هذه الرحلة هو انتشار المرشدين، انتشار المرشدين لمساعدة الزوار، انتشار المرشدين لمساعدة الزوار أمر مبهر، أمر إيه؟ مبهر، يساعد على راحة الزوار وتحقيق المتعة الكاملة، المتعة الكاملة لهم، وتحديد المتعة الكاملة لهم. بعد كده رقم هاء تبقى دي ده رقم د، ودي رقم ج، وألف وباء طبعا حلناهم مع كتابة التقرير فوق. رقم هاء بقى اكتب خاتمة، اكتب خاتمة. طبعا من الخاتمة رقم هاء نقدر نكتب كذا خاتمة. هنقول كده كانت الرحلة ذات طابع مميز يظل في الأذهان، وممكن أقول كانت الرحلة لا تنسى، كانت الرحلة لا تنسى. ممكن أكتب اثنين كذا خاتمة. فقد دمجت بين التسلية والتعليم، وجعلت الكلام النظري مطبقا، وجعلت الكلام النظري مطبقا على أرض الواقع، على أرض الإيه؟ على أرض الواقع. وأوصي بضرورة اهتمام المدرسة. طبعا هنا جمعت بين التسلية والتعليم، وجعلت الكلام النظري مطبقا على أرض الواقع. وأوصي بضرورة اهتمام المدرسة بعمل رحلات كهذه لتثقيف الطلاب والطالبات بمثل هذه الرحلات التعليمية. طبعا دي ممكن تكون خاتمة طويلة شوية، لكن أنا برضو جايب لكم يعني خاتمة تانية سهلة جدا ممكن تكتبوها ورايا. ممكن أقول اثنين: كانت رحلة ذات طابع مميز يظل في الأذهان ولا ينسى، وأوصي بالإكثار من تلك الرحلات الممتعة والمفيدة في الوقت نفسه. يبقى رقم اثنين هقول برضو كانت، هكتبها لكم بسرعة كده: كانت رحلة ذات طابع مميز، دي خاتمة تاني، يظل في الأذهان، ممكن تكتب دي وممكن تكتب دي، ولا ينسى. وأوصي دي أسهل شوية، وأوصي بالإكثار من تلك الرحلات الممتعة والمفيدة في الوقت نفسه. دي خاتمة تانية وأسهل من اللي فوق. يبقى احنا كده بفضل الله نكون قد انتهينا من حل صفحة كام؟ 76، وهو ازاي ان انا اكتب تقرير. انت لو مشيت على الخطوات دي هتعرف تكتب تقرير كويس جدا. صفحة 77 وهو التخطيط لكتابة تقرير. احنا طبعا عرفنا في البداية ازاي نكتب تقرير عن رحلة. قلنا اول حاجة لازم نبدأ بالعنوان، بالعنوان. العنوان دي لازم يكون مختصر. بعد العنوان المقدمة دي بتشمل
اليوم والتاريخ، بتشمل اليوم والتاريخ، والمكان أين ومتى الساعة ولمن وسبب ولمن ولماذا. لماذا يعني احنا رحنا للمكان دي ده، أو سبب الزيارة دي ده في المكان دي ده، فالسبب في كده. كل دي ده بيشمل كله المقدمة، تبقى اليوم والتاريخ وسبب الزيارة ومكان الزيارة ولمن، يعني احنا رحنا لها لصف كام، او اولى اعدادي تاني اعدادي اي صف من الصفوف الى بهذه الرحلة، وتحت اشراف مين، وهكذا. تاني حاجة المشاهدات والملاحظات، دي ده تكون بعد كده لازم نكتب عن المشاهدات والملاحظات اللي انت شفتها في المكان اللي انت رايح له. يعني شركة الروبوتات دي لازم تكتب انت شفت ايه في مصنع الروبوتات. بعد كده بعد المشاهدات اللي انت بتعملها وتكتبها وتسجلها، بتكتب سبب الاستفادة او الاستفادة من زيارة هذا المكان، اللي انت استفدته من زيارة هذا المكان. اخر حاجة بقى الخاتمة، وتشمل بقى ابداء الرأي والتوصيات المستقبلية. المستقبلية. هنا بيقول لك فكر في المشاهدات، يعني انت تكتب المشاهدات اللي انت شفتها واليوم والتاريخ واليوم والتاريخ والساعة في هذا المكان. طبعا هتقول مثلا إنه في يوم الخميس الموافق 20/10/2025 نظمت مدرستنا رحلة إلى شركة الروبوتات. وقد بدأت الرحلة بهدف معرفة كيفية تصنيع وبرمجة الروبوتات. وقد بدأت الرحلة في الساعة 8 صباحا تحت إشراف المعلمين. وعند وصولنا استقبلنا مدير أو مسؤول الشركة، وأخذنا في جولة فيها، حيث شاهدنا كيفية تصنيع روبوت تعليمي، وكيفية برمجته والمواد المستخدمة في ذلك. بعد كده بيقول لك بقى فكر في الاستفادة التي حصلت عليها من الرحلة. طبعا عرفنا من الرحلة صناعة الروبوتات والمواد المستخدمة فيها، مثل الفولاذ المصدر والأمونيوم المصدر أيضا، والبلاستيك الحيوي. كل ده بيدخل في صناعة والبلاستيك الحيوي، كل ده بيدخل في صناعة الروبوتات. والمطاط وعرفنا مكونات الروبوت. هي مكونات الروبوت منها مخزن البرنامج أو مخزن البرنامج، ووحدة الإدارة، يعني إدارة الروبوت، وحدة الإدارة، ووحدة التحكم. كل دي ده موجود في ونظام القياس. كل دي مصطلحات
موجودة في كيفية تشغيل الروبوت ونظام القياس. طبعا كل اللي يفهم الحاجات دي اللي هو الناس المتخصصة في الروبوت. بعد كده بقول لك بقى اكتب الخاتمة. الخاتمة دي بتشمل بقى طبعا إبداء الرأي والتوصيات. انت شفت ايه في الرحلة وتقول رأيك فيها. هتقول لقد كانت رحلة ممتعة للغاية. كانت رحلة ممتعة للغاية فقد جمعت بين الترفيه والتعليم، بين الترفيه والتعليم، وبين النظرية والتطبيق، وبين النظرية والتطبيق. وأوصي بتنظيم مثل هذه الرحلات لتوسيع مدارك الطلاب ولتزيد ثقافتنا في عالم الروبوتات، الروبوتات. وممكن أقول برضو خاتمة تانية: وقد أدركنا من خلال هذه الرحلة أهمية التكنولوجيا في تحقيق الكفاءة الإنتاجية، كما تعلمنا الدقة والنظام، وهما أساس ومفتاح أي مشروع. إلى هنا نأتي إلى ختام صفحة 76، وهي التخطيط لكتابة تقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.